السلام عليكم ناس كل، مرحبا بكم. اليوم عنا وصفة جديدة وفيديو جديد. ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة باش تدعمونا ونزيدوا نهبطوا لكم فيديوهات جدد. كما تشوفوا اليوم باش نعملوا شمنكة تونسية بالكرشة متاع العلوش، وصفة زمنية وتجينا بنينة برشا. يلا ما نطولش عليكم، كما تشوفوا لهنا نبداو الوصفة نتاعنا. اول حاجة نعملها، خذيت كرشة لهنا متاع علوش، نظفتها مليح مليح، وبعد ما نظفتها تويكا باش نغليها في الماء السخون مع شوية قارص، خليوها تغلي هكاك حكاية 4 دراج نص ساعة. ومن بعد ليكا بعد ما تكمل تغلي نقصوها شرائح كيما هكا، نستعملوا مقص ولا سكينة كيما تحبوا نتوما. كيما تشوفوا لنا عندي كرشة متاع علوش، وتنجموا تستعملوا زاد الكرشة متاع البقري. معناها كي تمشيو للززار يعطيكم، نقولوا باش نعملوا شمنكة يعطيكم الكرشة وما تبعها وكل شيء. باهي لهنا بعد ما كملت غليت بالطبيعة، غليت الكرشة متاعي باش نحي كزفارة مع القارص وكل شيء. كما تعرفوا العلوش فيه ريحة قوية، ولهنا قسيتهم بالطريقة هذه. توا باش تعداو المرقة متاعنا سهلة ماهلة، شوية زيت زيتونة، كعيبتين بصل، نقليوهم مليح مع بعضهم. ومن بعد نزيدك الكرشة هذيك نكمل نقليها مع الطماطم واللفاح. اللفاح بالطبيعة باش يكون متكون من فلفل أحمر، فلفل أكحل، تابل وكركم. لهنا بالطبيعة كما قلت لكم باش نقلي مليح الكرشة متاعي، خليوها تتقلى لهنا مع البصل. وبعد ليك ما ننساوش ما نحطوش برشا طماطم باش ما تجيناش عاقلة برشا، نعملوا مغيرفة متوسطة. لهنا حطيت شطر مغرفة هريسة ومعاها زوز قرون هذوك فلفل أحمر شايحين حسب الرغبة بالطبيعة. كما عندكمش مش ماهيش معناها حاجة لازمة. كما قلت لكم لفاح قبيلي، تابل، فلفل أحمر، كركم، فلفل أكحل، والملح بالطبيعة حسب الرغبة. ديما ماذا بينا كما نقول لكم في الفيديوهات ما نحطوش برشا ملح باش حتى كي تبدا ناقصة نزيدوها. لهنا حطيت الحمص مهم جدا بالطبيعة باش نخلط المكونات هذه الكل ونخليهم ياخذوا معناها تقلية صغيرة. ومن بعد ليك نمرقوا بالماء بالطبيعة. معناها ديجا هي الكرشة طابت حكاية هكاك 4 دراج نص ساعة، باش نمرق بشوية ماء ما نكثروش برشا جوست تغلي لنا حكاية هكاك 20 دقيقة. بعد ما تقر زيتها بالطبيعة، بعد ما تقر زيتها نحضر قراينين فلفل. لهنا كيما تشوفوا زدت شوية ملح، وطويكا في آخر الوصفة باش نحط قراين فلفل ولا زوز باش معناها يعطينا كالجو في الاخر المزيانة متاع الفلفل الاخضر. ولهنا كيما زينت كيما في الفيديو بشوية بصل ومعدنوس. ما بقى كان باش نقول لكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. باي باي.